القدس تيفي، عيش الخبر أينما كنت. بدأت الرياضة الفلسطينية تجني ثمار التطور الملحوظ على مستوى جميع الأصعدة، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من مشاركات للأندية المحلية في البطولات الآسيوية والعربية والمنتخب في التصفيات المختلفة، وصولا للمنشآت الرياضية والملاعب، والتي عمل الاتحاد على إنشائها وتجهيزها في مختلف المحافظات وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم. هناك مواصفات للفيفا بالنسبة للملاعب بشكل عام. عندنا ملاعب نجيل طبيعي، وفي ملاعب ارتفيشال أو الأرضية الصناعية اللي هي معتمدة من قبل الفيفا. هاي الملاعب فيها شبكات تصريف، فيها مواصفات لإقامة مباريات دولية، لإقامة مباريات رسمية ومنها مباريات دولية. في فلسطين كل ملاعبنا مؤهلة لإقامة مباريات في فصل الشتاء من ناحية الصرف وتصريف المياه، ومن ناحية كمان المحافظة على السلامة والأمن، وكل الشروط المطلوبة في الفيفا متوفرة في ملاعبنا الحمد لله. الملاعب الرياضية التي أصبحت ملعبا بيتيا للأندية المحلية من قبل الفيفا معدة ومجهزة وفق قوانين الاتحاد الدولي، وخصوصا معايير السلامة والأمان خلال فصل الشتاء، وهو ما بدا واضحا خلال الموسم الماضي لدور المحترفين، حيث تم تأجيل مباراتين فقط خلال الموسم الشتوي لعدم قدرة المصاريف الموجودة في الملعب على استيعاب كميات المياه الكبيرة، وهو ما يحدث في مختلف ملاعب العالم. لم تستطع مصارف المياه يعني تصريف المياه بالسرعة المطلوبة، وبالتالي تم تأجيلها حفاظا على سلامة اللاعبين، وهذا بيحصل في كل ملاعب العالم وليس فقط في ملاعب فلسطين. اعتماد الملعب البيتي للرياضة الفلسطينية وملاعب مضاءة وغرف للحكام والفرق على أعلى مستوى من شأنه أن يدعم الرياضة المحلية الفلسطينية خلال المحافل العالمية وصولا لمستوى رياضي مقبول. بنية رياضية متطورة باتت تمثل مسرحا مشرفا للرياضة الفلسطينية وملاعب مجهزة وفق القانون الدولي، وهو من انعكس إيجابا على الرياضة الفلسطينية وتمثل في اعتماد الملعب البيتي للمنتخب الوطني والأندية الرياضية. لتلفزيون القدس، محمد العدم، ملعب البيرة الجديد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.